3 ممثلين مصريين كانوا صاعدين بسرعة الصاروخ لكن وقعوا مننا. رقم 1 بالنسبة لي هو محمد الشرنوبي. محمد الشرنوبي ده يعني بداية ظهوره معانا وإن إحنا نشوفه في كاركتر وكده كانت في مسلسل بين السرايات. كان عامل الكاركتر الله أعلم يعني ليه شافوا فيه إن هو ممثل عظيم جدا، عشان لما عمل فلاح اتكلم هو مخنف، يعني هو طول المسلسل بيتكلم كده، أنا مش عارف ليه والله بيتكلم كده. طيب هل ده فلاح؟ ماشي يا عم، يعني انا مش هعترض معاك فاهم انت. هنعتبر ان ده مستواك التمثيلي. تطلع بقى اي برنامج منى الشاذلي وبرنامج صاحبة السعادة وبرنامج مش عارف ايه واوف الممثل العظيم وصل يا جماعة، فاهم انت. طيب ماشي يا عم، الممثل العظيم وصل، يلا بقى ايه ننتج له حاجة بقى ونحطه مع الناس الكبار بقى ونحطه في الممر ونحطه اي عمل حلو تلاقي فيه دايما محمد الشرنوبي، لازم يبقى محمد الشرنوبي موجود وممثل ومغني والدنيا رايقة بقى والبنات بتحبه وبتموت فيه. طب يلا يا باشا، يعني مش تعمل كاركتر تاني؟ لا، ما هو كان مخنف وبعد كده مش عارف يعمل ايه. طيب انت مش هتعمل كاركتر تاني، طب مش هتعمل اعمال ناجحه؟ لا، يعني لما عمل بنات ثانوي من بطولته راح ما رجعش معانا تاني. طيب على فكره انت قطعه ناقصه، يعني انت كهيئه والشغل اللي هو الواد اللي البنات بتحبه اللي بيعمل الرومانسي قطعه ناقصه في مصر، مش موجود حاليا الشاب اللي بالمواصفات دي. اضرب على الحديد وهو سخن بقى، احنا محتاجينك. مش عارف، هو مش عارف، فاهم الفكره. فالنفخه الكدابه بتاعت البرامج اللي كانت في البدايه ايام بين السرايات وايام طلعت كلها على ايه؟ كاركتر اخنف يا باشا ومش عارف ايه وبيتكلم كده، فقال لك بس هو ده ممثل حلو بقى، يعني طالما اتكلم كده يبقى ممثل حلو معانا. اما رقم 2 بقى بالنسبه لي فهو علي ربيع. علي ربيع يا جدعان بيستخدم تكنيك في التمثيل، يعني على المسرح تكنيك معفن قوي، اللي هو ايه؟ التكرار بيضحك الحمار. شوفوا مثلا في المسرحيه اللي قال هي هو هي يا ولا، يمكن قالها مثلا لو المسرحيه ساعه هو قالها ربع ساعه هو بيكرر نفس الافيه لحد ما الناس تضحك. هتضحك يعني هتضحك، اصل بص يعني انت مش هتطلع غير لما تضحك، فاهم انت. هو بيقول الافيه مره ما بيضحكش، التانيه بتبدا تطلع التالته تطلع انت لحد ما الناس تضحك، فاهم. لكن هل الافيه ده بيضحك؟ لا، الافيه معفن جدا. تمام. لا مش انا يا حبيبي، لا مش انا يا حبيبي، انا ممكن اقول لك كل افيهاته لان الافيه بيتقال لدرجه انت تحفظه. مسرحيه ساعه هو ربع ساعه او تلت ساعه بيقول الافيه كرر 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 كرر. طب حضرتك مش هتسرح شعرك؟ لا. طب حضرتك يعني مش هتعمل اي حاجه تاني يعني؟ طب كاركتر. طيب يا عم اطلع في دور مثلا محاسب مثلا، يعني دور عادي كده، مش لازم تطلع عبيط، لا لازم اطلع بنفس الهيئه دي ونفس البرسونا اللي هي فكره ان انا يا جدعان راجل عبيط بنسى مش عارف ايه الكلام ده. لكن تجيب لي كاركتر وهلبس كده وهغير في شكلي لا ما ينفعش. ويحب قوي الافيه اللي هو غالبا مثلا بيتعمل من ايام اسماعيل ياسين، اللي هو انا شكلي وحش بس في واحده جميله فشخ بتحبني. ايوه ايه المضحك يعني؟ انا مش فاهم يعني. كان يعني مش فاهم ايه الافيه في ده. عادي على فكره واحد شكله يكون عادي، مفيش حد وحش يعني، صباح الفل. واحده جميله جدا تحبه، ايه المشكله في ده؟ ما تعرفش يعني ايه الافيه المضحك؟ الله اعلم، انا ما اعرفش بصراحه. لو انت عندك معلومه يا ريت تكتب لي في الكومنتات يعني. وبس كده. رقم 3 اتمنى تكتبه لي انت في الكومنتات ونتناقش فيه سوا، واذا كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجه مستني الكومنت بتاعك. وبس كده، سلام.